السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ملوخية من بيتنا. الشوربة الجميلة نحط عليها حبة الملوخية وطماطمية مبشورة تغلي معانا. أنزل بالملوخية على قد الشوربة يا بنات، يبقى السمك بتاعها كده، مش هيخليها تاخد يدوبك كده الغلوة. واعمل لها تقلية بالثومة والكزبرة. هنا بقى قليت البصلة، نزلت عليها بالسبانخ، شربت ميتها، هنزل عليها بالطماطم. احلى سبانخ من بيتك، وفي الاخر هقللها بالثومة والكزبرة على وشها. وبرضو ازودها الشوربة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. خلاص اللحمة لما استوت بحط لها بعد ما المية بتغلي وبسقط اللحمة او كنا نشوحها وانزل عليها بالمية السخنة، بس دي انا سلقاها. فص المستكة والحبهان، اشيل الريمة واحط عليها البصلة، ملح، فلفل، حبهان، ورق اللورة، زعتر، ما شاء الله. اخد كده من هنا وازود السبانخ وانزل معاها باللحمة بتاعتنا اللي احنا سلقناها كده. هي ما شاء الله هتاخد وتدي مع بعضها كده. الله اكبر الله اكبر. وهنا الرز بتاعنا الجميل بشعرية. وهنا لو انا بقى عايزه اعمل بقى لسان عصفور، هحمره بمعلقه سمنه وانزل عليه بطماطميه مبشوره او طماطميه مصفيينها، ياخد ويدي مع بعض. انزل عليها في الشوربه كده. طبعا اكيد رشه السكر عشان حموضه الطماطم، رشه الزعتر، حبه فريك ونحطهم مع السبانخ كده. انا عايزاها تستخدم، ونقلل الملوخيه ونقلل السبانخ. وانا كده اهو، مش عايزه ايه الملوخيه بتغلي. واو، احلى طشه لاحلى ملوخيه واحلى سبانخ. معلقه الزبده كده او السمنه البلدي، يا سلام يا سلام، بتروح في حته تانيه خالص. كده بس نوطي على السبانخ كده شويه، ونوطي على الرز بتاعنا خالص. نحط الثومة عشان هنقلل الاتنين كده. وده الثوم اللي احنا مفرزينه مع بعض، نطلعه في وقتها ونشيله تاني في قلب الفريزر كده. ساعدنا ان احنا مش لسه هنخصص يعني، وبيقعد من السنة للسنة. نحط رشة الكزبرة كده مع بعض كده، رشة الملح أول ما يخش كده إنه يصفر. ثومة سهلة وبسيطة يا بناتي، حلوين يا تانيين. هنساعد بعضنا يا جماعة، وكلنا بنقوي بعض.
وكلنا يبقى قلبنا على قلب بعض، عشان احنا شعب دايما متعاطف. الشعب المصري شعب متعاطف طيب. وفضلا وليس امرا، لو عجبكم الفيديو تشيروه، وقلبي حلو زي قلبكم هيوصل لكم مني كل جديد، عشان الفيديو يرتفع، عشان رجعنا تاني مع متابعين تاني، لان اليوتيوب بتاعي وقف من ان انا لما عملت السوفت وير وقف، مش عارفه ادخله تاني لاني مش حافظه الرقم. فدعموني ان الفيديو يكبر تاني لو سمحتوا كده. كلها افكار مفيده، بنفيد بعضينا، انت عندك فكره وانا عندي فكره، وانا عندي تجربه وانت عندك تجربه، فكلنا بندعم بعض، وكلنا يبقى قلبنا على قلب بعض يا جماعه، وكلنا بنحب بعض في الله كده. زي ما انتم شايفين دخلت اهي كده اهو. نعمل احلى طشه لاحلى ملوخيه وسبانخ، ما شاء الله، سهله وبسيطه. الكيكه بتاعت امبارح روعه، خلصت يا جماعه، خلصت هشه وجميله. مفيش كيكه بعد النهارده هتهبط معاكي، لانك بمعلومتك ان هنحط فيها معلقتين من النشا او معلقه على كوبايتين الدقيق، فبالتالي هترفع معاكي مش هتقع كده. هنحط هنا ما شاء الله، وهنا هنحط على السبانخ كده ما شاء الله. احلى ملوخيه واحلى طشه للملوخيه، يا ما شاء الله، والريحه جباره، والرز معانا وشربتنا الجميله. بصوا بنات، احنا اللي بنعرف مقدار الشوربه، واحنا اللي هنعرف نحط ازاي نقلل الشوربه ونحط الملوخيه لانها تخينه بنزودها شوربه. ونجيب لحمتنا على وش السبانخ، الريحه جباره بقى. معلقه الكزبره لقيته ان هي محتاجه شوربه، بنحط لها شوربه تاني كده زي ما انتم شايفين. نغطي بقى حلتنا ونوارد دي كده اهوت. احنا ما بنغطيش الملوخيه بعد ما بتتقلى، وكله تمام يا بنات يا حلوين. مش مستنيه منكم غير قلب حلو زي قلبكم، تعليق حلو من عندكم، يوصل لكم مني كل جديد مع سحر وصفات ماما. الملوخيه وتقليه الملوخيه والسبانخ وجمالها، والرز بشعريه، ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغنيني بفضلك عن سواك، واغنيني بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. دعاء يوم الجمعة ربنا بيستجاب إن شاء الله، ويرزقكم من حيث لا تعلمون.